ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، موضوع حلقتنا اليوم في برنامج قضايا إريتريا موضوع أصبح له أبعاد كثيرة أو أبعاد مختلفة. هذا الموضوع ما بين مقر وما بين جاحد، والمقر يأخذه من طرف ويترك طرف. أصبح الموضوع فيه تجاذب كبير بين المسلمين. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، موضوع لا يختص بفئة معينة في المجتمع، بل هو يعم المجتمع جميعا، بل هو يهم الأمة الإسلامية جمعاء، بل أن أعداء الإسلام يغزون المسلمين من خلال هذا الأمر. فما هو هذا الأمر الذي نريد أن نناقشه في برنامجنا اليوم؟ إنه موضوع الحجاب. وإن كان موضوع الحجاب عند كثير من الناس موضوع يعتبر من المسلمات، إلا أن بعض الناس أصبحوا ينازعون هذا الأمر، ينازعون أن موضوع الحجاب موضوع فرضي واجب على المرأة المسلمة. إنما أتى هذا النزاع نتيجة للضغوط الموجودة من قبل أعداء هذه الأمة. معنا في برنامجنا اليوم ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياكم الله يا شيخ حسن. أهلا وسهلا وحياك الله وبارك فيك، وعودة حميدة. الله يبارك فيك، ونسأل الله لك شفاء دائما إن شاء الله. اللهم الحمد لله على العودة. الله بارك الله فيك. أهلا بك وبالمشاهدين، مرحبا بك. الله يبارك فيك. عموما كما هو معتاد نريد تعريفا للحجاب يا شيخنا الكريم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة موضوع الحجاب أو موضوع الجلباب أو موضوع ما يمكن بشكل عام نطلق عليه لباس المرأة المسلمة. جميل. يعني المقصود في نهاية المطاف لباس المرأة نعم. المسلمة. حقيقة لو أردنا أن نقف في المفردات ستجد هنالك اختلاف بين الحجاب، بين الجلباب، النقاب، الخمار. نعم. لكن أحيانا يطلق مصطلح ويشيع بين الناس، فعرفا يكون يتحدد. يعني الآن مثلا لو وقفنا عند مصطلح الحجاب في القرآن الكريم ستجده هو الساتر، وليس هو الخمار الذي تختمر به المرأة، ولا الجلباب الذي تتزيى به المرأة. فالله سبحانه وتعالى يعني أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن إذا خاطبن شخص وهن في بيوتهن أن يخاطبنه من وراء حجاب. فكلمة حجاب تدل على الستار. نعم. وكذلك القرآن في أكثر من موطن تكلم وبينهما حجاب. فالحجاب هو الساتر. جميل. إذن لكن هذا المصطلح شاع في الآونة الأخيرة عند كثير من الكتاب يراد به موضوع الزي الإسلامي. لكن انتبه حقيقة على علامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه، في البداية كان كتب حجاب المرأة المسلمة، ثم يبدو أنه تدارك
في الطبعات اللاحقة فسماه جلباب المرأة المسلمة. الخلاصة المراد به هو موضوع زي المرأة. ما هو الزي الذي تلبسه المرأة المسلمة؟ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول نظمت حياتنا كلها من ألفها إلى يائها. صحيح. نظمت المأكل والمشرب والملبس والمحرمات والواجبات، كذلك نظمت موضوع الزي، جعلت موضوع الزي منظم، واهتمت في موضوع الزي باعتباره شعار من الشعارات الإسلامية. تمام. وهذا الشعار له دلالة سبحان الله، له رمزية، فلا يرى الناس بأنه والله موضوع بسيط، لا، ليس موضوعا بسيطا. وخصوصا سبحان الله من يقف على كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن موضوع الزينة في سورة الأعراف تدرك بأن موضوع الزينة تحديدا هو عبارة عن صراع بين أتباع الرحمن وأتباع الشيطان. صحيح. الشيطان مدخله صراع الزينة سبحان الله، وكشف العورات والفتن من هذا الباب. أتباع الرحمن والقرآن والإسلام مدخلهم العفة والستر والزينة الشرعية، فالأمر ليس سهلا. ولذلك ستلاحظ بأن تقوم الآن الدنيا ولا تقعد لمجرد أن امرأة في أوروبا تزيت بزي شرعية، فتقوم الدنيا ولا تقعد وتنعقد البرلمانات. ما الذي حصل يا أخوان؟ ألستم من يتكلم عن حرية المرأة؟ ألستم من تقولون من حقها أن تتعرى؟ ألستم من تقولون لا تتدخلوا في شؤون المرأة؟ طيب لماذا أنتم تحرمون المرأة من أن تلبس زي الذي تريد؟ فإذا هنا ستلاحظ سبحان الله البعد الغيبي، البعد الخفي عنا، البعد الخفي، وهو أنهم يدركون أن هذا الزي له دلالات الطهر، دلالات العفة، دلالات الكرامة، وهكذا. وهذه سبحان الله لا بد المرأة المسلمة وهي نخاطبها في موضوع الحجاب، في موضوع الجلباب، في موضوع الخمار، عليها أن تنظر إلى هذا العمق. باختصار شديد نحن إذا أردنا أن نعرف ما هو الحجاب هنا في حلقتنا الحالية، هو عبارة عن اللباس الذي تلبسه المرأة المسلمة ويكون مغطيا لكل جسدها إلا ما استثني من أشياء محددة في هذا الجسد، ويكون ساترا وله على كل شروط كثيرة جدا نص عليها الفقهاء. جميل. بطبيعة الحال يا شيخنا نحن الآن نتحدث مع الفئة المسلمة. نعم. من بناتنا ونسائنا وأخواتنا وإلى آخره. نعم. الآن يعني أصبح هناك نزاع في موضوع الحجاب، يعني وربما بعض النساء ترى أنه ليس من الفروض والواجبات. ربما في بعض المجتمعات أخذ على أنه في الأساس حينما ربوا بناتهم ونسائهم ربوهن على أن هذا الحجاب عبارة عن عادات وتقاليد، عرف من العرب. فلما بدأوا يتخلون عن عاداتهم وتقاليدهم أصبحوا يعني ينفكون عن أن هذا الموضوع أصلا هو في الشريعة الإسلامية. فالآن السؤال: ما هي الأدلة والنصوص التي تدل على فرضية الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة بغض النظر عن التفاصيل سواء كان بتغطية الوجه أو غيره؟ بغض النظر نتحدث عن الحجاب كعموم. جميل. طيب قبل أن ندخل إلى جزئية الحكم الشرعي في موضوع الحجاب لابد أن أتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهو رؤية الإسلام عموما لموضوع العفة والطهارة وتزكية النفس وترك الفواحش وترك المنكرات. يعني هذا الأصل الكبير. تمام. لابد أن يلتفت إليه من يتكلم فيه إنه والله الحجاب إيش حكم. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفواحش، نهى عن الزنا، نهى عن المحرمات التي يكون من هذا النوع، نعم، أدركت تماما أن الله إذا حرم شيئا حرم كل السبل المؤدية إليه. صحيح. هذه قاعدة معروفة. الله إذا قال لا تزنوا مباشرة ستجد، والعاقل هكذا. أنا أعجب أحيانا في بعض الدول يقول لك والله هذا الأمر يكتب فيه التاجر أنه ضار بالصحة. طيب إذا أدركت أنه ضار بالصحة يفترض أنت تتدخل بالمنع. صحيح. كل ما هو ضار يفترض أن يمنع. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا والله أنا أريد منكم أيها المؤمنون، أريد منكم الطهر، أريد منكم تزكية النفوس، أريد منكم الرقي الإيماني، أريد منكم ارتقاء الروح، أريد منكم عدم السقوط الجسماني في عالم الشهوانية الحيوانية. كل هذه معاني أصولية الآن، لا أتكلم الآن عن معاني فرعية، هذه كلها معاني أصولية. من أول وهلة: يا أيها المدثر قم فأنذر
إلى وربك فكبر وثيابك. وثيابك فطهر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه. مفهوم التطهر مفهوم أساسي في القرآن الكريم. فالمرأة المسلمة وهي تناقش موضوع الزي لابد أن تنظر إلى هذا الموضوع. طيب، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا وحرم الفواحش وحرم كل السبل التي تؤدي إلى ذلك، فمثلا السنة النبوية والقرآن الكريم أمر بالمنع أو نهى عن موضوع النظر. جميل. قال لك والله يا أخي أنت غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن هذا سبيل. قال لك والله يا أخي المصافحة، قال لك موضوع تقارب الأنفاس والاختلاط والاحتكاك الذي يؤدي إلى هذه الإثارة. نعم. من ضمنها أيضا قال لك والله يا أخي موضوع الزي، هذه مسألة مهمة، وخاصة الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل المرأة محل الزينة. سبحان الله. الله قال زين للناس حب الشهوات من إيه؟ أول حاجة من النساء. فهن زينة. صحيح. المال زينة، البنون زينة، أيضا النساء إيه؟ نساء زينة. لكن زينة النساء تختلف عن زينة البنين. صحيح. بنين زينتهم لها وضع، زينة المال له وضع، لكن زينة المرأة مرتبطة إلى حد كبير بأمر مهم جدا غريزي في الإنسان، وهو تطلع الرجل إلى قضاء حاجته من المرأة وتطلع المرأة إلى قضاء حاجته من الرجل. إذن ونحن نتكلم عن موضوع الحجاب أو الجلباب أو اللباس لابد أن نستصحب معنى هذه القضايا، نستصحب معنى الفواحش، تحريم الفواحش، الأمر بالتطهر، الأمر بتزكية النفوس، الأمر بالارتقاء الروحي إلى غير ذلك. فهي داخلة معنا في هذا الباب، داخل معنا بأنه والله كما أن هنالك جملة من الاحتياطات وضعها الشارع حتى لا يقع الإنسان في إيه؟ في الزنا. الله قال ولا تقربوا. لاحظ لما قال لك لا تقربوا معناه وضع لك كل هذه الاحتياطات. صحيح. ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. هذا الحمى الذي هو الزنا مثلا إذا اعتبرناه هو محرم أحاطه الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الاحتياطات حتى لا نصل إليه. أنه قال لك لا تقربوا، لأن أصلا إذا وصلت إليه معناه وقعت فيه. صحيح. لذلك في الحدود بعض الحدود يقول لك لا تقربوها، وبعض يقول لا تعتدوها. موضوع الفواحش دائما يقول لك لا تقربوها، بمعنى لا تقف عند الحد، أنك إن وقفت عند الحد فقد وقع الزنا. نعم. هذه مسألة مهمة. وبالتالي إذا نظرنا إلى هذه المسألة الأصولية إنه والله هذا الأصل الكبير، أصل التطهر، أصل العفة، أصل الستر، أصل التحريم لموضوع الفواحش الذي يرتبط بطهارة الإنسان، يرتبط بالنسل الإنساني وسلامته، يرتبط بحفظ الفروج. هذه كلها قضية أصولية ترتبط بها بعد كده أمامنا فرع إيه؟ فرع مهم جدا، وهو هذا الفرع الذي يتعلق باللباس. سبحان الله. هذا الفرع الذي يتعلق باللباس. هنا طبعا موضوع اللباس الله سبحانه وتعالى تناوله، حتى لا نقول بأنه والله يا أخي هذه عادة عربية وكذا. لا، العادات العربية القرآن لم يهتم بها كثيرا، بمعنى لم يجعلها موضوع داخل الكتاب، إلا إذا كان تعلق بها حكم. إذا تعلق بها حكم فالأمر خرج من دائرة العادات إلى دائرة الأوامر الشرعية. صحيح. بمعنى إما يكون واجبا أو محرما. فإذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل يعقل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه أمر له يقول هذا الأمر لنسائه ونساء المؤمنين وبنات المؤمنين، يخاطبهم بأنه يدنين من إيه؟ الجلباب. هنا الآن ستلاحظ في مجموعة مسميات يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب هو ما يغطي الجسد من أعلاه إلى أسفله، هذا يسمى جلباب. سبحان الله. في آية أخرى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار والجلباب إذن عندي الآن مصطلحين. الخمار هو ما يغطي الرأس والأذنين والرقبة اللي هو الجيد، بحيث لا يرى من هذه المساحة التي تتعلق بهذا الجانب شيء. وليضربن بخمرهن. فالخمار يغطي الرأس وما حوله، والجلباب يكون فوق الخمار أو تحت الخمار، على كل يكون يغطي الرأس من أعلاه إلى أسفل القدمين، هذا يسمى جلباب. فالجلباب قال يدنينا بمعنى يكون طويلا.
فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال من جر ثوبه خيلاء، فأم سلمة قالت ونحن ماذا نفعل يا رسول الله؟ لأنه الأمر عام. قال من جر ثوبه خيلاء، قال يرخينه شبرا عن الرجال. الرجال ما أسفل الكعبين إيه؟ في النار. النساء قال يدنينه شبرا. قالت يا رسول الله إذن يرى منهن أقدامهن. قال يدنينه ذراعا ولا يزدن. فهنا ستلاحظ الذراع سيسحب إيه؟ هذا يعني هذا التناول بهذا الشكل يتناوله القرآن الكريم، يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول والله بعد كده إنه هذه عادة من العادات ولا علاقة لها بإيه؟ بالواجب. فبالتالي الخمار، الجلباب، موضوع الزي هو من الواجبات الشرعية. فمعنى ذلك إذا تكشفت المرأة أو لم تلتزم، كشفت رأسها، كشفت شعرها، كشفت صدرها، كشفت يديها، كشفت أي جانب من جسدها، فقد ارتكبت والعياذ بالله محرم من المحرمات، وهذا يجعلها تحت الوعيد الشرعي الذي توعد الله سبحانه وتعالى به لمن خالف أمره والعياذ بالله. طيب يا شيخنا، الآن إذا نظرنا إلى الحجاب الموجود الآن في وقتنا الحاضر نجد اختلافات كثيرة. يعني سنجد عند بعض النساء تكتفي في حجابها بأن تغطي رأسها، وبقية جسدها يعني تعجب أشد العجب، حتى أني في بعض الأحيان أقول لربما لو تركت رأسها وغطت بقية جسدها كان يمكن يكون أولى. وهناك بعض النساء تلبس فعلا جلبابا ولكنه جلباب أيضا يعني، فهنا في اختلافات. فما هي الصفة الصحيحة للحجاب المرأة أو لجلباب أو للباس المرأة؟ طبعا نقصد بهذا حينما تخرج، حينما تكون عند غير المحارم. نعم. هنا طبعا موضوع الشروط أو المواصفات، هنالك مواصفات تكاد تكون محل اتفاق ليس بينهم فيها خلاف. يعني خلينا نقول قد لا يكون هنالك اشتراط واضح في موضوع الألوان، في موضوع يعني هذه مسألة قد تعود إلى الأعراف. أي لون تلبس، يكون أبيض، يكون أسود، يكون بني، يكون كذا، هذه ليست إشكالية. لكن هنالك شروط لا بد عندما نتكلم عن إنه والله هذه المرأة لابسة زي شرعي ولا ليس زيا شرعيا، هنالك جملة من الشروط تكلم فيها العلماء، على كل منهم أوصل 8، منهم من جعلها 5، منهم من جعلها 3. هذا الذي يقول 3 ستلاحظ بأنه جمع 2 في 1 وهكذا. لكن أكثرهم لعل الشيخ الألباني مثلا جعلها 8 من الشروط فوسع فيها. أهم شرط حتى نقول بأنه والله هذا اللباس لباسا شرعيا أن يكون لباسا يغطي جسد المرأة كلها، جسد المرأة كله إلا وجهها وكفيها، على من يرى بأنه ليس على خلاف في ذلك. جميل. لكن من يرى لا التغطية شاملة، فالتغطية يجب أن يكون للمرأة من أعلاها إلى أسفلها. جميل. فهنا لا يصلح أن يكون قصيرا، تمام. لا يصلح أن يكون والله فيه نوع من التجزئة، بمعنى والله تجدها يدها الواحدة كاشفة واليد الأخرى مغطاة كما تفضلت، بعض رأسها مكشوف وباقي الجسد. هذه أحيانا بعض أعراف في بعض البلدان بتكون موجودة، تجدها ما شاء الله ساترة الجسد كله ولكن كاشفة للرأس. فلا بد أن يكون الحجاب ساترا. هنالك مواطن ذكرت في الآية نفسها، وليضربن مثلا بخمرهن على جيوبهن. الجيوب هي مناطق الفتحات، كل مناطق الفتحات تسمى تسمى جيب. فالرقبة من الجيب، وفتحة الصدر من الجيب، والإبطين من الجيب، وما هو أسفل السرة ما بين كل. إذن هي عبارة عن تغطية كامل الجسد حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة الرجال. هذا واحد، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون أيضا سميكا صفيقا وليس رقيقا. لا معنى أن تكون والله لابسة ما شاء الله طويل ولكنه شفاف يرى ما وراءه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص في هذه الأمور. مثلا واحد من الصحابة أهدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوب، ثم سأله بعد فترة أين الثوب؟ قال أعطيته زوجتي. قال فلتلبس تحته سميكا حتى لا يرى عظامها، لأن النبي يدرك أن القطعة التي أعطاها إياه قطعة شفافة، وبالتالي هذا الشفافية بعض الناس قد يغفل عن المقصود الحقيقي من موضوع اللباس هو الستر. فإذا كان كاشفا لا معنى له. تمام. هذه مسألة ثانية.
النقطة الثالثة أيضا أن لا يكون شبيها بلباس الكافرات. تمام. إذا كان والله أهل الكفر يتصفون بزي معين فصار زيا لهم تعرف به الكافرات، أيضا هذا الزي لا بد المرأة المسلمة أن تتجنبه. أيضا أن لا يكون شبيها بزي الرجال. تمام. هذا أيضا من أن لا يكون ضيقا يحدد المعالم. هذه إشكالية للأسف الشديد. وهنا أنا أقول بعض الأخوات حتى ممن يلبسن الزي الشرعي اللي نعتبره الآن مثلا فيه نقاب وفيه لكن يخطئن كثيرا عندما يكون اللباس ضيقا، فتجد هي مستورة ظاهريا، ترى أن الجسد مغطى لكن محزق لدرجة أن المرأة تفاصيلها كلها تبان. هذه أيضا واحدة من فهذه شروط على كل أساسية فيما يتعلق هنا طبعا أن يكون فضفاض ولا يكون ضيقا. هذه تقريبا شروط أساسية فيما نسميه نحن بالمواصفات المطلوبة لزي المرأة المسلمة. الآن يعني أصبح منتشر بين الشابات المسلمات بالذات في بلاد الغرب وربما هنا في تركيا، يعني كثير من الفتيات يلبسوا البنطال، ويعني هنا في المنطقة العلوية أيضا لبس معين ثم تغطي هذا يسمونها محجبة. هل فعلا نسمي هذه؟ طبعا هي تحترم على أنها محجبة، ولكن ما هي النصيحة لمثل هذه الفتاة؟ نعم، هنا حقيقة يعني لا بد من أن يسدي الإنسان نصحا لكل الأخوات المسلمات في أنه والله لما الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر له فيه قصد. والإمام الشاطبي عليه رحمة الله من أكثر من نبه إلى قضية مراعاة مقصود الشارع في الأوامر. يعني أي أمر أمر الله به، ما القصة إنك أنت تأخذه شكليا ثم تجهضه من حيث القصد. الله سبحانه وتعالى لما قال والله يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، هنالك قصد للشارع من هذا الأمر. هذا القصد هو ألا تكون المرأة محلا للزينة، محلا للفتنة، محلا للإثارة، محلا للفت الأنظار. فإذا كان والله المرأة وهي خارجة لم تلتفت إلى هذا المقصود، بل تكون فعلت كل ما يؤدي إلى لفت الأنظار، كل ما يؤدي إلى إظهار مفاتنها، كل ما يؤدي إلى أن والله تكون ساحة للنظر غير الشرعي، فإنها تكون بذلك أتت حتى لو قلنا والله حتى لو قلنا بأنه هي كما قلت أفضل من العارية المتعرية، لكن ليست بطبيعة الحال أدت إلى مقصود الشارع في موضوع الجلباب. فموضوع الجلباب تحديدا المقصود منه عند الشارع العفة، التطهر، حتى لا يعرفن فيؤذين، حتى لا يكون ساحة للفت الأنظار، حتى لا يتعلق بهن أصحاب الهوى والشهوات. فأنت عندما تخرجين من بيتك هذا المقصود لابد يعتبر. بالله ما الفائدة عندما تكون المرأة خارجة وقد فعلت الكريمات وفعلت الحنة وكل ذلك تريده أيضا أن يكون أن يكون ظاهرا. هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا. وبالتالي من حيث لا يدرين للأسف الشديد يكون تمسكنا بجوهر الأمر ولكنهن أجهضن مضمون الأمر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله عندما تخرج المرأة فلتخرجن تفلات، نعم، بمعنى حتى الطيب والريحة، ودي شرط أساسي أن لا يكون اللباس مطيبا مبخرا. جميل. لابد أن يكون خالي من هذه. كل ذلك لماذا؟ لأنه والله أنت عندما تخرجين لست ساحة للعرض. إذا خرجت المرأة من بيتها أيوة استشرفها الشيطان. فإذا نحن لابد أن ننبه الأخوات إنه والله تزيني تطيبي في بيتك ما في مشكلة، مع زوجك ما في مشكلة، لكن أنت خارجة للأسف الشديد. وهذا قد تكون أيضا واحدة من الأخطاء الكبيرة. بعض الرجال يشكون من أنها لا تهتم به داخل البيت ولا تلتفت إلى الزينة ولا تبالي، كل زينتها يوم خروجها، خارجة إلى الزواج، خارجة إلى السوق، خارجة لابد أن تجد تهتم بنفسها. سبحان الله اهتمام طيب. وفي البيت تجد هنالك إهمال. فهنا انقلبت عندنا آية تكون في البيت تفلة وفي الشارع ما شاء الله عليها يعني. فهذه واحدة من الإشكالات حقيقة التي تواجه فعلا الكثيرين فيما يتعلق الآن. ونحن نخاطب الناس الآن، وخاصة هنالك حملة عالمية كبيرة فيما يتعلق بالإباحية. هنالك صحيح. برنامج عالمي الآن تقوم عليه الأمم المتحدة وتقوم عليه منظمات. وللأسف الشديد سبحان الله أمس كنت أقف على بعض الإحصاءات، إحصاءات الجرائم، جرائم العنف، جرائم الاغتصاب.
يعني 10 دولة تقريبا تحتل المرتبة الأولى، ليس من بينها واحدة من الدول الإسلامية. سبحان الله، لاحظ 10 دولة وكلهم يتكلمون لنا الآن بعد ذلك أن يخرجون إلى الساحة التي هم فيها. طيب أنت الولايات المتحدة هي رقم 1 طبعا في الاغتصاب والجرائم هنا، والسويد رقم 2 أو 3، ومع ذلك يريدون أن يصدروا لنا هذا النموذج، نموذج التعري، نموذج طيب يا أخوانا، نحن بحالتنا الحالية أفضل منكم كثيرا فيما يتعلق بأن المرأة محمية. صحيح. المرأة ليست يعني هي إذا طلبت والعياذ بالله المنكر والفحش قد تجد، لكن ليست بهذه الصورة اللي بلدان سبحان الله فيها كل ما هو متاح، كل شيء مباح عندهم، ومع ذلك يلجؤون إلى إيه؟ إلى الاغتصاب. يعني لا يستريحون في ممارسة الجنس إلا إذا حصل معه إيه؟ اختطاف واغتصاب. حالة من التوحش الكبير جدا. فنحن في هذه المرحلة التاريخية التي نواجه فيها الإلحاد، ونواجه فيها أيضا موضوع التفسخ الأخلاقي فيما يتعلق بإخراج المرأة تحت شعارات النسوية، تحت شعارات المساواة، يريدون أن يخرجوا المرأة تماما من هذا الإطار. فهنا المرأة ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة يكون أجرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي ولكن إخواني من يأتوا من بعدكم. الماسك على دينه كالقابض على الجمر أجره كأجر 50 منكم. دائما في أجواء الفتن، في أجواء التحديات، في أجواء الحرب على شعيرة من الشعائر، من يتمسك بها ويعلنها ويظهرها ويفتخر بها سيكون أجره ليس كأجر الشخص. نريد أن نضيف إضافة مهمة. نعم. بعض الأخوات بالفعل لباسها ساتر، نعم، وليس شفافا وليس فيه طيب، ولكنه فيه زخرفات. نعم، مزخرف، وربما فيه ألوان معينة، ورود وأشجار وما شابه ذلك. فكيف هذا يكون حجابا؟ هذا يعني بعضهم على كل لما تكلم في شروط الحجاب تكلم أن لا يكون لباس شهرة، من ضمن لباس ما يلفت الأنظار. جميل. يعني مثلا تجد المرأة ما شاء الله لابسة زي طيب، لكن تجد مثلا هنالك قلب في وسط إيه؟ وسط الصف مثلا، والناس تدرك أن هذه صحيح. إثارة، هذا صحيح. النوع فيه إثارة. كذلك ما يؤدي إلى لفت الأنظار. المطلوب على كل في موضوع الزي وهي تخرج إلى الشارع أن لا يكون فيها ما يجذب أنظار الآخرين إليها. هذه ضابط مهم جدا. يعني لا يمكن أنت والله مقصود هذا الشعار اللي هو الحكم الشرعي في اللباس إنه والله لا يلتفت إليها الرجال، ولا تكون محل إيه؟ للفت الأنظار. فإذا كان أنت والله تلبس زي ولكن هنالك نقاط كأنما تقول انظروا إلي، شوفوني، هذه إشكالية فعلا تحتاج إلى، وهذه المسألة سبحان الله لا يمكن أن نضبطها بالفقه، تضبط بالتقوى. سبحان الله. تضبط بالتقوى. يعني المرأة التقية النقية العفيفة تدرك والله وهي تقف أمام المرآة إن وضعها طبيعي ولا ليس وضعا طبيعيا. هي تدرك إن هذا الوضع تقصد منه لفت الأنظار. يعني القرآن لما قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذه قضية قلبية. هي صح فعلت هذا الفعل، لكن قصدها إيه؟ قصدها أن تلفت الناس. طيب هذه ضربت برجلها لتلفت الناس، في واحدة أخرى ما ضرب برجلها لكن فعلت في ثوبها ما يلفت الأنظار. هذه أيضا من الأشياء حقيقة اللي لا بد من أن يلتفت إليها وينبه عليها. طيب. الله خير. الآن يعني نسأل الله عز وجل أولا أن يكون موضوع الحجاب موضوع مستقر في نفوس النساء عندنا في المسلمات، ولكن لو أن الحجاب أصبح مبتذلا وليس له تواجد في المجتمع الإسلامي، ما هي العواقب والنتائج التي يمكن أن ينتج عنها مثل هذا الأمر؟ المجتمع هل هو خاص بالمرأة أم هو خاص بالمجتمع؟ هذه التفاصيل عندك يا شيخنا. أحسنت. موضوع العواقب يعني كثيرة حقيقة، جزء منها عواقب أخروية وجزء منها عواقب دنيوية في دنيانا هذه. فأكبر عاقبة على المرأة أن تستحضرها وهي تتخلى عن ثيابها الشرعية وتظهر بمظهر لا يليق بالمرأة المسلمة، أنها والله خرجت عن طاعة الله ورسوله إلى أن دخلت في ساحة المعصية. ويكفي أن والله لو لم نقل إلا هذه العاقبة يكفي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفة لأمر الله ومن يعصي الله ورسوله
يعني ويتعدى حدوده، هذه أيضا فيها عواقب كبيرة جدا. فنحن أول ما نلفت إليه في موضوع العواقب أن والله بمجرد تخلت عن أمر الله سبحانه وتعالى في الزينة فهي تحت الوعيد، تحت المخالفة، تحت التعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. وهنا علينا أن لا ننظر، للأسف الشديد بعض الناس يحاول يقول لك لا ما هي ما كبيرة ولا كبيرة، لا، انظر إلى أمر من عصيت فهو أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر له تبعات على النفس وعلى المجتمع وعلى الناس جميعا، وبالتالي العاقبة الأولى هي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه وحدها كما ذكرت تكفي. الأمر الثاني أنها تتعرض للأذى. يعني سبحان الله المرأة التي تلبس زيا شرعيا هي شعار إنه أنا لست ساحة للعرض، جميل، أنا لست والله سلعة رخيصة يتعرض إلي من هب ودب، لست يعني معروضة لمن في قلبه مرض حتى يجدني سلعة رخيصة، لا، أنا عفيفة حتى يعرفن فلا يؤذين، أي يعرفن بعفتهن، يعرفن بزيهن، يعرفن باهتمامهن الشرعي فلا يؤذين. هذه إشارة، يعني كأنما الشارع يقول لك والله بمجرد أنت أن تظهر بالزي الشرعي هي رسالة للطرف الآخر أن والله أنت لست ساحر. لا يعني بطبيعة الحال نحن نتهم كل من خرج لا إنه هو قاص، لا، لكن هذه إشارة أساسية في المجتمع المسلم أن المرأة غير المبتذلة، غير التي تعرض نفسها للشارع العام، شعارها أنها والله تخرج من بيتها وهي ملتزمة أمر ربها. هذا فيه أيضا عصمة للمرأة، فيه عصمة للمرأة. النقطة الثالثة أيضا فيه أجر إن شاء الله إذا هذه المرأة التزمت أمر الله سبحانه وتعالى وخرجت، فيها أجر في أنها لم تفتن الآخرين. أنه أحيانا هنالك فعل لازم، هنالك فعل متعدي، هنالك معصية لازمة، هنالك معصية متعدية. المتبرجة معصيتها ليست لازمة. بعض البنات يقول لك أنا خارجة بنفسي وليش يتعرض لي؟ لا، لأنه أنت عندما تخرجين بزي غير المحتشم صرت هنا متعدية على الآخرين، تعدي على الآخرين في أنك والله ما وقفت في إطار الآداب العامة في المجتمع، أنت عرضت زينتك في مكان لا ينبغي أن يعرض فيه. كمن يخرج في مجتمع مسلم، كمن شخص، حتى الرجال، شخص لو أنه خرج عاريا إلى الشارع هل يقال بأنه والله هذه حرية شخصية ويترك الرجل؟ لا يترك الرجل، بل يخضع للآداب العامة في هذا المجتمع، في أن والله هنالك حد أدنى حتى في لباس الرجل يجب أن ينضبط به ويلتزم به. فإذا نحن نتكلم عن عواقب إن والله المرأة التي تخرج أيضا هنا تخرج بزيها الشرعي تكون عصمت نفسها وعصمت أيضا الأطراف الأخرى. أيضا لا تكون ساحة كما قلت للتبذل، ساحة للتتبع، ساحة للنظر المؤذي الذي يجعل الرجل في نهاية المطاف يستلذ برؤيتها ويحدث له بذلك مخالفة على كل شرعية. أيضا التي تلبس اللباس الشرعي تكون خرجت من مسمى الجاهلية الذي قاله الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وهنا سبحان الله لو وقفنا على ما هي التبرج الجاهلية الذي نهى الله عنه، فإنما نحن فيه ستجد كما يقال بقياس الأولى بأنه محرم. يعني قياس مثلا تبرج الجاهلية أن المرأة كانت تخرج شيئا من شعرها، الجاهليات معروفات كنا يلبسن لباسا متكاملا، ولكن يخرجن، هذه معروفة إلى الآن في بعض البدو، تخرج المرأة شيئا من شعرها إلى الأمام أو تخرج يكون بعض شعره، فهذا الله نهى عنه، إنه هذا تبرج تبرج الجاهل. فكيف بما نحن فيه والعياذ بالله من تكشف وتعري إلى غير ذلك. فهذا على كل. أيضا من تخرج وهي متبرجة استشرفها الشيطان والعياذ بالله. أيضا داخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم 2 من أمتي يعني لم أرهما، يعني منهما نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. هذه طبعا إشكالية كبيرة جدا، وهذا الوعيد بهذا الحجم يعني ستلاحظ بأنه يدخل التعري في دائرة الكبيرة من الكبائر المتوعد فيها بعذاب الله سبحانه وتعالى والحرمان من جنة الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال يا شيخنا، حينما تخرج المرأة يعني تاركة للحجاب الشرعي، نعم، أنا أعتقد في أول درجات الدخول في حمأة الرذيلة، نعم، أن الحياء الذي كان يكتنف المرأة ينزع بنزعها للحجاب. صحيح. وبالذات المرأة التي كانت معتادة على الحجاب ثم بدأت تتركه،
نعم. هنا وكأنها تنزع عنها جلباب الحياء. وإذا نزعت عنها جلباب الحياء فإن الرجل الذي كان يهابها البارحة الآن سيتجرأ عليها، سيتجرأ عليها بالكلام، صح. سيتجرأ عليها باللمس، ربما بعد ذلك تجرأ عليها بالزنا والعياذ بالله. وهذا طبعا وارد، يعني لا نستطيع أن نقول أن المجتمع لا زال محافظا على هيبته، لكن حينما يكون هناك خطوات لانتهاك الأعراض، فهذه الخطوة أنا أقول هي تبدأ من المرأة. فإذا نزعت هذا الحياء الذي عندها وهذا الجلباب، يبدأ الرجل يتجرأ عليها ويعتدي عليها، ثم أن المجتمع بعد ذلك ماذا سيكون حاله نتيجة لذلك؟ طبيعة الحال يعني هي خطوات كما سماها القرآن الكريم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحان الله، الشيطان كما قال قائلهم قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يعني يبدأ معك في خطوة، صحيح، جرك من خطوة الزي الشرعي، عراك، تكشفت، ستبدأ بعد ذلك كما تفضل بالاحتكاك مع الناس. ما خلاص أنت ما تشعر الآن إذا نزع الحياء. ولذلك سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياء كله إيه؟ كله خير. وسبحان الله الحياء في المرأة أكثر مطلوبية، يعني أكثر وجوبا، يعني كلما اتصفت المرأة بالحياء كانت محلا للاحترام، محلا للتقدير. كلما تبذلت المرأة ونزعت كما تفضلت الحياء من نفسها، حينها فعلا يستشرفها الشيطان، وإذا استشرفها الشيطان صارت محل العابثين. فنحن خطوات الشيطان نبدأها من هذا، تقول لها والله تحجبي، البس الزي الشرعي، لا تخالط الرجال، لا تتحدثين مع الرجال بغير ضرورة، لا تنظرين، لا، كل هذا حتى نحقق ماذا؟ ولا تقربوا الزنا. صحيح. فكأنما الله عز وجل وضع لك كل هذا السياج حتى لا تصل أنت إلى النقطة الأخ. فإذا كان والله تساهلت في المقدمات فإن النهايات والعياذ بالله تكون سهلة جدا. على كل حال لا زال للحديث بقية، وأعتقد أننا سنتحدث عن الحجاب في بلادنا وما هو شأنه. هناك بعض أنواع اللباس الذي تلبسه المرأة المسلمة في إريتريا، نريد أيضا أن نتطرق إلى هذه الأنواع حتى نكون على بينة ما هو الحجاب الصحيح للمرأة المسلمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد بحفظ الله ورعايته. إلى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من